بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة جديدة للرد على المجسم الوثني عبد الأمرد محمد الشاوي. لنبدأ بالسماع له أولا ومن ثم نعلق ونرد. ننتقل للفيديو التالي. هذا رافضي يقول إن عليا رضي الله عنه خليفة منصوص على خلافته في الحديث النبوي كما نسمع. قال رسول الله بصريح العبارة أن أمير المؤمنين خليفة، وإليك الدليل من كتاب السنة لابن أبي عاصم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله لعلي: أنت مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنك لست نبيا، إنه لا ينبغي أن أذهب إلا وأنت خليفتي في كل مؤمن من بعدي. متى يا رسول الله؟ قال من بعدي. فإذا قال هذا رسول الله لأمير المؤمنين وهو حي، فما بالك بعد رحيل رسول الله؟ كيف يرحل رسول الله عن هذه الدنيا ويترك الأمة بدون خليفة؟ هو عرض هذه الرواية من السنة لابن أبي عاصم. لماذا؟ لأنها غير مكتملة ولم يذكر سياقها. أما هنا في مسند الإمام أحمد فقد جاء سياقها أن ذلك كان في غزوة تبوك كما ترون. قال له علي: أخرج معك؟ فقال له نبي الله صلى الله عليه وسلم: لا. فبكى علي فقال له هذا الكلام الذي قرأه علينا الرافضي: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنك لست بنبي، إنه لا ينبغي أن أذهب إلا وأنت خليفتي. إذن هو خليفته على الناس حينما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى غزوة تبوك. وأما قول الرافضي: استدلالك سخيف وبارد جدا، وقد أكل الدهر عليه وشرب، كما سمعتم الأخذ الفقار عندما استدل من كتاب السنة لابن أبي عاصم كرر جملة خليفتي في كل مؤمن من بعدي. ثم الوهابي نقل الرواية من مسند أحمد بن حنبل وقال بأن الرواية فيها نفس كلام الرافضي الذي نقله من كتاب ابن أبي عاصم. طبعا وهذا الكلام كذب صريح واستخفاف بعقول الناس، لأن أحمد بن حنبل في مسنده حذف جملة في كل مؤمن من بعدي، فلماذا تكذب يا محمد الشاوي وتقول بأن الرافضي قرأ نفس الكلام الموجود في مسند أحمد؟ لماذا إمامك أحمد بن حنبل وأضرابه لا يمتلكون الأمانة العلمية ويتلاعبون ويزورون روايات النبي ويحذفون منها ما يشاءون؟ ثانيا، هذا الوهابي الوثني يبدو بأنه لم يقرأ أو لم يتعلم القواعد بأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. المبتدئ قبل المتعلم عنده اطلاع بأن الأحكام والواجبات كانت تنزل عادة بحسب الأحداث والوقائع، فلو خصصنا هذه الأحكام الشرعية وفقا للأحداث والوقائع لما بقي من الدين شيئا إلا وقد خص في الحادثة أو الواقعة. مثلا آية التيمم نزلت في السفر، فهل هذا يعني أن التيمم لا يصح إلا في السفر؟ طبعا وهذا الكلام باطل قطعا، لا يقول به إلا جاهل أنوك، بل آية التيمم وإن نزلت في السفر إلا أنها عامة لجميع الأحوال والأزمان. فكذلك قول النبي صلى الله عليه وآله لعلي بن أبي طالب عليهما السلام: ولا ينبغي أن أذهب إلا وأنت خليفتي في كل مؤمن من بعدي. فالعبرة بعموم اللفظ لجميع الأحوال والأزمان لا بخصوص السبب، وهي غزوة تبوك. تعلم قواعد الفقه والتطبيقات الصحيحة لها قبل أن تتكلم وتقع في مثل هذه التأويلات والتلاعب بكلام النبي الواضح الصريح في النص على خلافة الإمام علي بن أبي طالب. وزد عليه قرينة أخرى صارخة، وهي أن النبي عندما قال جملة من بعدي ليقطع لسان كل كذاب أفاك، فيما إذا قال بأن علي بن أبي طالب كان خليفة فقط في غزوة تبوك، فهنا طبقا لهؤلاء الدجاجلة البعدية التي قالها النبي لم تتحقق في علي بن أبي طالب، فيكونوا بقولهم هذا مكذبين للنبي، لأنه أجلى مصادق البعدية الفعلية تتحقق بعد رحيل النبي صلى الله عليه وآله. وزد عليه بأن نفس النص الذي نقله الوهابي من مسند أحمد فيه قول النبي لعلي بن أبي طالب: وأنت ولي كل مؤمن بعدي. لماذا دائما النبي يكرر جملة من بعدي أو بعدي وخليفتي
خليفتي وولي كل مؤمن بعدي. وزد عليه ما أخرجه محمد نوح نجاة الألباني في صحيح الجامع الصغير صفحة 482: إني تارك فيكم خليفتين، كتاب الله حبل ممدود ما بين السماء والأرض، وعترتي أهل بيتي، وأنهما لن يتفرقا حتى يردا علي الحوض. الحديث صحيح. أقول: من هم هؤلاء العترة الذين تركهم النبي ووصفهم بأنهم خلفاء؟ الجواب واضح وصريح عند كل مؤمن بأنه يبدأ بالإمام علي بن أبي طالب، وأما غير المؤمن فلا يعتقد بالخلافة البعدية المباشرة لعلي بن أبي طالب. ثم يأتون هؤلاء المنكرين لخلافة الإمام علي بن أبي طالب عليهما السلام ويسمون أنفسهم مؤمنين، مكذبين بذلك قول النبي الذي قال بأن الإمام علي هو ولي كل مؤمن. وأما من ليس بمؤمن فلا يعتقد بخلافة الإمام علي بن أبي طالب. والآن دعنا نسمع للوهاب المجسم وهو يستدل برواية منكرة موضوعة باطلة لكي يثبت النص على خلافة أبي بكر وعمر، مع أن دين معبد السقيفة مبني على مسألة الشورى في الخلافة، ولكن يبدو بأن هذه النظرية لم تعد تنفع، فبدأوا يسرقون اعتقادات الشيعة في مسألة الخلافة. نسمع لاستدلال الوهابي ومن ثم نأتي بالرد من الأخذ الفقار القاصم لظهر هذا المجسم محمد الشاوي. كيف يرحل رسول الله عن هذه الدنيا ويترك الأمة بدون خليفة؟ هو لم يترك الأمة بدون خليفة، فكما هنا في جامع السنن للإمام ابن ماجه رحمة الله عليه في الرواية 97 قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لا أدري ما قدر بقائي فيكم فاقتدوا باللذين من بعدي، وأشار إلى أبي بكر وعمر. لا 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 لا, لا مش ممكن. وهذا طبعا رواه أحمد، ورواه أيضا ابن أبي عاصم الذي أتى الرافضي برواية من كتابه، ورواه الترمذي وغيره. هذه الرواية التي استدل بها الوهابي كما ترون مروية عن مولى لربعي، وهذا المولى مجهول كما نص على ذلك علماء الجرح والتعديل. والآن دعنا نسمع للأخذ الفقار للرد على هذه الرواية الباطلة. الأحكام في أصول الأحكام لابن حزم الجزء السادس: وأما الرواية اقتدوا بالذين من بعدي فحديث لا يصح، لأنه مروي عن مولى لربعي مجهول. نشاهد هذا المقطع. واحنا الآن بنقول على أن تنصيب الإمامة، لأنه قال أجمع المسلمون عليه، تنصيب الإمامة الخلافة يكون بالإجماع بالتنصيص، السابق ينص على اللاحق. أتيت أنا بأدلة لقول من العلماء أن أبا بكر كان خليفة بالتنصيص، والراجح عند جماهير السلف والخلف أنه ما كان خليفة إلا بإجماع المسلمين ليس بالتنصيص. قلت أدل الأدلة على أنه لا نص في أن أبا بكر يأتي بعد النبي، هو ما حدث في سقيفة بني سعيد. كيف يرحل رسول الله عن هذه الدنيا ويترك الأمة بدون خليفة؟ هو لم يترك الأمة بدون خليفة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فاقتدوا باللذين من بعدي، وأشار إلى أبي بكر وعمر. لأن في سقيفة بني سعيد اختلفوا ونصبوا سعد بن عبادة عليهم خليفة، ولما جاء أبو بكر يتكلم قالوا: منا أمير ومنكم أمير. كيف يكون هذا الحديث أدل الأدلة على أنه لا نص على استخلاف أبي بكر؟ لو كان في نص هل كان اختلفوا؟ هل يعصون النبي صلى الله عليه وسلم اختلافهم يدل على أنه لا نص على تنصيب أبي بكر خليفة رضي الله عنه وارضاه؟ مفهوم؟ لماذا لم يقل أبو بكر وعمر في السقيفة قال رسول الله اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر؟ هذا يعني أن هذا الحديث لم يسمعوه أبدا، وإنما وضعوه كذبا على رسول الله وعلى أبي بكر وعمر. لنشاهد هذا الكتاب. أحاديث معلات ظاهرها الصحة للوادعي صفحة 118 حديث 120: قال الترمذي: حدثنا الحسن بن صباح البزار أخبرنا سفيان بن عوينة عن زائد عن عبد الملك بن عمير عن ربعي وهو ابن حراش عن حذيفة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: اقتدوا بالذين من بعدي أبا بكر وعمر. هذا حديث حسن. ثم عقبه الترمذي بأنه منقطع، وأن عبد الملك بن عمير لم يسمعه من ربعي، وإنما سمعه من مولى ربعي هلال. قال أبو عبد الرحمن: وهلال مولى ربعي مجهول، لم يروي عنه إلا عبد الملك بن عمير، ولم يوثقه معتبر. وزاد المناوي في فيض القدير أن ابن حجر يقول: إن أبا حاتم أعله بأن ربعي بن حراش لم يسمعه من حذيفة. وما ذكر أن حديث ابن مسعود وحديث أنس
يشهدان له لا يصلح لأنه منقطع وهما شديدان الضعف. هذا هو سند هذا الحديث، ومع كل هذا يرددونه ويصححونه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فاقتدوا بالذين من بعدي، وأشار إلى أبي بكر وعمر. لسان الميزان لابن حجر العسقلاني الجزء السابع صفحة 264 عن ابن عمر مرفوعا: اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر، فهذا لا أصل له. قال العقيلي بعد تخريجه: هذا حديث منكر لا أصل له. إذن هذا الحديث لا أصل له. أعتقد بأن الوهابي محمد الشاوي لن يعيد الاستدلال بهذه الرواية مرة أخرى مطلقة، لأنه أصبح مهزلة ومسخرة بعد أن اتضح حال هذه الرواية الباطلة الموضوع المنكرة. هذا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على خير الخلق أجمعين، محمد وأهل بيته الطاهرين.